السلام عليكم، ازيكم يا احلى ناس؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. نبدا روتين النهارده. اول حاجه كده في الروتين مشتريات كده كنت جايباها من بالليل وما لسه يعني ما جهزتهاش. بجيب انا البهارات يا جماعه، ده بهارات المحشي. وكنت جايبه كمون وكزبره وترمس. الكمون والكزبره كنت جايبهم حصى يعني علشان انا احمصهم هنا واطحنهم في البيت. وكنت جايبه جوز هند، دي ب40 جنيه، هو الزبيب ب40 جنيه، دول ب40 جنيه. وبالنسبة للكمون والكزبرة ب30 وب20. والترمس بصراحة مش فاكرة كان سعره كام. وهنا كنت بفضي ازازة الزيت، بوريكم شوفوا ازازة الزيت فضت في قد ايه. المهم كان عندي كده شوية عصير في التلاجة، كوكتيل كنت عاملاه من بالليل. قلت اما افطر بيهم، لان ما كانش ليا نفس ان انا اكل ساعتها. إيه الاكل هيكون ايه او الغدا هيكون ايه يا امل؟ الغدا هيكون زي من فيديوهين كده. كنت عامله سلطه برنجان، وكنت عامله بطاطس محمره، كل ده في القلايه الهوائيه صحي. وكنت عامله رز بعدس واللي هو كشري، وكنت عامله تونه يوميها. المره دي هعمل بيض مسلوق. بس بقى مرضتش ان انا اصوره، لان بما ان انا كنت منزلاه قبل كده فمرضتش ان انا اصوره وانزله معاكم. هعمل ايه بقى؟ انا بجهز الغدا ده علشان هبدأ ان انا اجهز غدا لبكرة. تمام. ليه بتجهزي غدا لبكرة يا جماعة؟ قلت لكم قبل كده ساعات الواحد بيكون مرهق ومجهد، فهو عارف نفسه فيقول ايه اما اجهز ده دلوقتي عشان استريح تاني يوم شوية. إيه او اقعد ما اعملش حاجه، فاهمني؟ يا دوبك اسوي الاكل، اعمل حاجه تانية غير المطبخ، لان ساعات كده بنزهق من المطبخ. المهم بدات اعمل ايه؟ ورق العنب اللي انا كنت جايباه في الفيديو اللي فات كنت مجهزاه ودبلته، وحاجات كتير بعملها من غير ما اصورها. قمت رايحه قلت هعمل محشي. رحت عملت صلصه، بصل بس، وحطيت عليه معلقتين سمنه وشويه زيت زيتون صغيرين. وبدات ان انا اسبك الصلصه، مش تسبيك كمان، انا بستخدم الصلصه المعلبه لان انا ما عنديش مكان في التلاجة بتاعتي ان انا اخزن صلصه. وبجيب الطماطم اللي هي الجامده على قد السلطه، ما بجيبش طماطم ان انا اقعد اضرب في الخلاط للطبيخ وكده، هكفي منين للطبيخ كل يوم صلصه؟ فبستخدم صراحه الصلصه المعلبه، واتعودت ان انا استخدمها من ساعه ما كنت في السعوديه. حطيت بقى البهارات وكل حاجه، وقلت اشيل شويه الصلصه الباقيين دول، بس خدت منهم معلقتين تاني. والتركه بقى يا جماعه اللي تحطوها في اي اكل بتاعكم، معلقه سكر، معلقه صغيره سكر، معلقه كامله صغيره. جبت الحله مكان الصلصه كده، ما غسلتهاش بقى ولا حاجه. رحت حطيت فيها بصل وفلفل وطماطم وشويه من الخضره، ولو عندك توم حطي توم، انا ما حطيتش لان ما كانش عندي. تمام. جبت بقى جهزت القعده كده. ويا جماعه بعمل محشي وانا واقفه، ما بقعدش كده احشي وانا قاعده، تلاقوني اعمل وانا واقفه. هتلاقوني دلوقتي مشغله التابلت على مسلسل ولا اي حاجه وبحشي. قلت اما اعملي كوبايه شاي بالقرفه اللي هو بتاع احمد تي، حلو قوي من غير سكر ولا اي حاجه. اخدت لي حبايتين فول سوداني كده جنبها، اكلتهم الاول، وعلى بال ما الشاي برد قمت شرباه وانا بحشي كده وانا شغاله. كنت مشغله المسلسل بتاع امي، ده مسلسل سعودي، هو نسخه كده من مسلسل تركي برضو. انا شفت المسلسل التركي وعجبني، وعشان القصه عجبتني حبيت اتفرج عليه تاني في اللي هو المسلسل السعودي، وبصراحه حلو جدا. اتفرجوا عليه. انا بيجيلي كده يا جماعه اشتراك شاهد على الباقه اللي انا بعملها على التليفون. تمام. فبستغله اتفرج بقى على المسلسلات. اهو بعمل بقى الورق بتاع العنب، كان جاي جميل جدا الحمد لله. دي طريقه لفي في صوابع المحشي. معرفش بقى الناس بتعملها ازاي، بس انا متعلماها كده، بعملها كده، ومن ساعه ما اتعلمتها وانا بعرف الفه بقى كده وخلاص. وبيبقى شكله جميل قوي. وبحب جدا جدا اسوي المحشي بزياده، احبه يفرقع، احب الصباع المحشي يفرقع. ليه؟ لان بحس ان هو كده مستوي ودايب. اهو بغطيه بكيس تلاجة كده وبحطه في التلاجة لتاني يوم، تاني يوم الصبح على طول يعني. برضك علشان اقلل من شغلي قلت هسلق شويه اللحمه دول اللي هو على قد الغدا يعني. بحط في ميه السلق حبهان وبصل يعني ده المره دي. مره تانية ممكن احط بصل وطماطم ومثلا وبطاطس. مره تانية احط ورق لورا مع البصل في بهارات كده
بصل بتتحط مع الشوربه جميله جدا، بس ما كانتش عندي ومش لاقيها في الهايبرات خالص. فجيت هنا علشان اعمل سندوتش كده لابني. رحت جبت البلح الاسمر ده، كان عندي في الفريزر، اكتشفته كده ان هو كان عندي في فريزر التلاجة. وقلت بقى اما اخدله كده ادبله في حته سمنه وهعمله في الساندوتش، هيبقى جميل وهيدي طاقه كده ويشبع يعني. روعه روعه. واخدت لي معلقه، خدت لي معلقه من البلح ده من نفسي. ده الخبز اللي هو عالي البروتين، اللي كنت بقول لكم عليه، الياف. هو جميل جميل وخفيف جدا. شوفوا الرغيف بتاعه مش كبير ومش صغير، حلو قوي ما شاء الله. الصوت اللي شغال ده لو سامعين صوت يعني وعامل ازعاج، صوت الغساله بتعصر، وهي عامله لكم خاطر يعني بصراحه، ومش عامله صوت عالي. انا مامتي جبتها جنبي. ساعات الغساله بتاعتي لما بتيجي تعصر، ماما بتكلمني في تليفون: ايه اللي بيحصل عندكم يا بنتي؟ مفيش يا ماما، الغساله بتعصر عادي عادي. يعني ممكن تبقى بتعصر في الحمام واحنا قاعدين في الصاله ونلاقيها ايه يعني جايه بتقول يا جماعه شفتوني وانا بعصر، انتوا فاهمين؟ فالغساله بتاعتي بتعصر يا جماعه عادي. رحت بقى اغسل المواعين مكان اللي انا كنت شغاله فيه. ما كانش فيه غير الطبق البلاستيك ده مكان الرز بتاع المحشي، والطبق ده كان من قبلها يعني من غدا، والمعلقه الخشب اللي كنت بقلب بيها الصلصه، وايه كمان، والبوله التانية دي كان فيها ورق العنب كنت بفككه من الفريزر، يعني كنت حاطه ميه وبفككه فيها، ودي كوبايه الشاي اهو. طبعا حد شغل الموتور فالميه زادت شويه، بس بجد المية حلوة. يعني المية دلوقتي في الصيف والله العظيم انا بحب جدا السقعية بتاعة المية اللي جاية من الموتور، انما اللي بتبقى جاية من الخزان دي بتبقى سخنة ولا تطاق. شايفين كده بدأت اغسل على السريع على السريع كده، يلا هوب 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 عشان ننجز. كل شويه اقول ايه، طب اعمل ده اهو عشان اخلص، طب اعمل ده عشان اخلص. الكيس اللي على الحوض ده فيه الكيكه الدايت بتاعتي، عشان كنت مستنيه اخد شاور واقعد بقى كده اكل حته كيكه واستجم بقى، اقعد استجم شويه. بوريكم بقى المطبخ بعد ما خلصته، ان الواحد يبقى مخلص كده تمام. والبراد اللي هناك ده كنت بسلق فيه بيض، طالع عينه ده مخصصالس ليه البيض يا جماعه. وعلى بال ما خدت شاور كده طفيت على اللحم. رحت طلعت بيجامه طريه كده، جبت اللي هو معطر الجسم ده، وجبت اللوشن، وجبت برفان، وده الشاور جل، وكمان الشامبو هوريهولكوا اهو. ودولا مكونات الشاور بتاعي. وهدخل بقى اخد شاور كده. بعد ما طلعت السيرم بتاع الشعر، وكمان كريم ايفادا بتاع النساء، كريم ليلي، وزبدة الشفايف دي، وبس كده. واليوم كان حلو الحمد لله. اهم حاجة تختميه بشاور كده بركعتين حلوين كده، يا سلام. الحمد لله على النعمة يا رب، الحمد لله. متنسوش بقى لايك للفيديو وكومنت حلو منكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي جديد انا بنزله. ومستنية دعمكم في الكومنتات يا احلى ناس في الدنيا. اشوفكم على خير ومع الف سلامة.